داخل هذه المدينة جميع الناس مرضى ولديهم متلازمة داون، لكن عندما ولد هذا الصبي ذهب إليه الكثير من الناس وأخبروه أنه مريض وليس شخصا طبيعيا. وبعد 7 سنوات يذهب هذا الصبي إلى المدرسة ويدرك أنه أذكى صبي في العالم، وحتى أهل تلك المدينة لا يستطيعون ارتداء أحذيتهم، لذا يساعدهم هذا الصبي. في اليوم التالي يأخذ والدا هذا الصبي إلى مسابقة للملاكمة، ويمشي هذا الصبي نحو عدوه، وعندما يضربه يسقط على الأرض. بس ما تنساش تصلي على النبي وتعمل لايك واشتراك. ويفوز هذا الصبي بالسعادة. ينظر هؤلاء الأطباء إلى جسم الصبي بعناية ويدركون أنه سيبقى دائما مريضا ولا يمكنه أن يصبح مثل بقية الناس في تلك المدينة، ولهذا السبب لا أحد يتحدث مع هذا الرجل وهو دائما وحده، حتى أن له منزلا خاصا ولا أصدقاء لديه. في هذه اللحظة يشعر بالحزن الشديد ويذهب إلى مستشفى ويريد إجراء عملية جراحية، ويريد أن يكون مثل الناس في تلك المدينة لكي لا يبقى وحيدا ويستطيع أن يتزوج. لكن فجأة يرى هذا الرجل امرأة في ذلك المستشفى.